السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة يا اخواتي هنجاوب عن سؤال جديد، وهو ماذا سيحدث اذا توقفت الارض عن الدوران؟ من غير كلام كتير، يلا بينا على الفيديو. كل الكواكب عزيزي المشاهد بتدور حوالين الشمس، وبيدور حوالين كل كوكب من المجموعة الشمسية عدة أقمار، والكوكب الواحد بقى بيدور حوالين نفسه. ومثال بسيط، كوكبنا الأرض عزيزي المشاهد بيتحرك بسرعة كبيرة جدا، بحيث إنه بيدور حوالين نفسه مرة في اليوم الواحد. ولكن أنت بتتفرج عليا دلوقتي بقى، ودماغك وزتك إنك تلف كوكب الأرض ده جري مثلا، هتحتاج سكة 128 يوم. فبالله عليك ما تحلمش أحلام اليقظة دي تاني يعني. نرجع لموضوع الكرة الأرضية، لو وقفت فجأة إيه اللي هيحصل؟ نجاوب على السؤال ده إزاي؟ تخيل نفسك قاعد في اتوبيس، وسواق الاتوبيس شايف نفسه كده وقاعد بيجري بسرعة رهيبة كده، مثلا ده في الفطار بقى، وفجأة راح واقف وضرب فرامل. هتلاقي نفسك اندفعت لقدام كده تلقائيا من غير ما تعمل أي حاجة. وده بقى سببه إنك بتبقى ماشي بسرعة الأتوبيس. يعني الأتوبيس لو ماشي بسرعة 40 كيلومتر في الساعة، أنت بتبقى ماشي بنفس السرعة، لأن أنت جواه. نفس الموضوع بقى ونفس الموقف بيحصل مع الأرض، هي بتلف بسرعة وإحنا كمان بنلف بنفس سرعتها. ومش إحنا بس، لأ، ده بقى البيوت والإبراج والعربيات والحيوانات والمحيطات، وكل حاجة على كوكب الأرض بتلف بنفس سرعة الأرض. صلب الموضوع بقى، كوكب الأرض عزيزي المشاهد بيلف بسرعة 1670 كيلو متر في الساعة الواحدة. ولو توقفت فجأة عن الدوران، كل حاجة هتتدمر وكل حاجة هتطير من مكانها، وهنعمل زي المكنسة اللي بتطير شوية تراب من على الأرض. هتلاقي كله بيخبط في بعضه، لأن احنا كنا فجأة بنجري وفجأة واحدة السرعة قلت. هو ليه الأرض بتدور أساسا؟ وليه من فترة سرعتها زادت؟ وهل هيجي يوم وتثبت مثلا؟ بص يا عم أنا أقولك، عشان نجاوب على السؤال البسيط ده، عايزك ترجع معايا بالزمن كده 4.5 مليار سنة. في الوقت دوت كان لسه الكواكب بتتشكل، وكان ساعتها غيمة كبيرة من الغبار والغازات. وفي يوم من الأيام انفجر نجم جنب الغيمة دي، واتسمى الحادث ده باسم السوبر نوفا. والانفجار دوت عمل صدمة كبيرة جدا، وخلى الغازات اللي في الغيمة تتفاعل مع بعضها وتدور لآلاف السنين، لغاية ما اتحولت لسديم، عبارة عن قرص من الغبار والغازات. بعد فترة زادت الجاذبية في مركز القرص ده، واللي بدوره فضل يجذب ليه مواد كثيرة جدا من الفضاء، لغاية ما بقى مركز السديم النجمي قوي كفاية بحيث تندمج ذرات الهيدروجين مع بعضها ويتكون الهيليوم في عملية الاندماج النووي. والعملية دي نتج عنها طاقة كبيرة جدا، واللي بدورها ولدت نجم جديد، واللي هو الشمس، أساس المجموعة الشمسية أساسا. بعدما اتكون نجم الشمس وسحب لوحده 99% من المكونات اللي في الفضاء، اتبقى 1% بس. وال1% ده يبان لك نسبة صغيرة، ولكن دي كمية كبيرة جدا، ونتج عنها كل كواكب المجموعة الشمسية. وعشان قوة جذب الشمس القوية جدا، فضلوا يدوروا حوالين الشمس لغاية يومنا هذا من غير حاجة توقفهم. والفضاء بذات نفسه مفهوش احتكاك، فعمالين يلفوا فاضيين بقى. دوران الأرض عزيزي المشاهد مهم جدا، لأن على أساسه بنعتمد قياس الوقت، واللي هو أساس كل نشاطات البشرية تقريبا. وفي النهاية عزيزي المشاهد، سرعة الأرض مش ثابتة نسبيا، لأن في أيام ممكن تلاقيها سريعة وأيام تانية أبطأ. ودي حاجة مش أكيدة، لأن دوران الأرض شيء صعب جدا التنبؤ بيه. وبس كده نكون جينا لنهاية الحلقة. لو عندك أي سؤال أو أي استفسار مش لاقي له حل، تقولي عليه وأنا أحلهولك بإذن الله. وبس كده، مع السلامة.